السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة شروحات الهاكر الأخلاقي هاكر الجزائر. في درس عادي جدا، وهو كيفية معرفة أين يسكن صديقك عبر معرفة IP الخاص به أو عن طريق IP. يعني هذا الشرح لم أكن أريد أن أرفعه، ولكن للترفيه فقط. هذا شرح عادي للترفيه. أنت أصدقائي، أرجو، أنا أتمنى أن تكملوا معي شرحه كاملا. أتمنى أن تشاهدوا هذا الفيديو كامل، شاهدوه كامل. لدي كلمات أريد قولها لكم فقط. فلنبدأ. إذا أردت معرفة صديقك أين يسكن في الخريطة بالضبط، أولا عليك بمعرفة الآي بي الخاصة به. يا إما عن طريق هذا الدرس الذي أريتكم إياه، يا إما عن طريق أي بيهات عشوائية. سأشرح على أي بيهات عشوائية. أصدقائي، حينما تستعملون الطريقة التي رفعتها لكم مسبقا، سيعطي لكم مجموعة من الأي بيهات الخارجية، يعني أي بيهات خارجية. يعني تختار أي بي منها وتنفذ هذا الأمر، أو أنت اعتذروني قليلا. يعني فلنفترض أنك أخذت أو عرفت أي بي صديقك. ماذا تفعل الآن؟ أنا ليس لدي أي بي مستهدف، لذلك سأجلب أي بي عن طريق CMD، يعني أي بي عشوائي. اكتب نت ستات لسباس ملطا انتر. هذه مجموعة من الاي بيات العشوائية. اضغط هنا مارك، ثم اختر اي بي على سبيل المثال هذا هنا، ثم كوبي، ثم اخرج واذهب الى هذا الموقع. هذا الموقع يتيح لك، هو يعطيك معلومات عن اي بي. على سبيل المثال الصق هنا اي بي، ثم اضغط على بحث. الآن اكتشف لنا جهاز، هذا هو عنوانه. تضغط هنا. هنا أعطانا أين يسكن، ليس بالضبط، ولكن في الحي الفلاني مثلا. هنا بعض المعلومات. تقترب هكذا. انظروا، انتظر قليلا، انظروا. حسنا، هذا هو الحد المسموح به. هذه المدينة التي يسكن فيها شخص. انظروا. أرجو أن يعجبكم الدرس. حسنا، انتبهوا إلى كلامي. بالمناسبة انتهى شرحنا العادي. يعني أصدقائي، أرجو أن تشتركوا في هذه القناة. هي قناة صديقي، وهي قناة ضعيفة جدا ومحتواها جميل جدا. هذه هي. انظروا. هي قناة للألعاب، قناة للهاكرات الألعاب والمودات. يعني هي للجاتا، يعني كيف تجعل جاتا ساندرياس وكذا. هي أعجبتني، أنا أحب لعبة جاتا ساندرياس وأعجبتني. يعني انظر إلى المشتركين 10، انظر إلى عدد المشاهدات 13، 7. هي قناة ضعيفة جدا. يعني أرجو أن تشتركوا بها. ملحوظة، لا أحد يقول لي إن هذه قناتك وتريد من الاشتراك فيها وكذا، وأنا
لست أعمل له إعلان أو كذا. أنا فقط هدفي هو المساعدة. يعني هذه قناة عربية. يعني أنا ربما سأعمل سلسلة دعم للقنوات العربية ضعيفة جدا. صديقي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، إذا كانت عندك قناة ضعيفة جدا من 50 اشتراك 30، اكتبها في التعليق وربما سأساعدك. مفهوم؟ لا تخجل، اكتبها، يعني حتى تعلموا أنني أساعد الناس وأنني شخص طيب وأعمل الخير وأتمنى لكم الخير فقط.